تصريح خطير من كريستيانو رونالدو يفاجئ به النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ يعلن عن موعد السوبر المصري السعودي، وميسي في طريقه إلى النصر السعودي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت داعم ومحب للنادي الأهلي اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد الفوز التاريخي لنادي النصر السعودي على نادي ميامي بنتيجة 6-0، وشهدت المباراة أهداف عالمية، وأدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بتصريحات نقلها موقع سعود سبورت منذ قليل، وقال: المستشار تركي آل الشيخ سيجتمع خلال أيام مع مسؤول النادي الأهلي المصري لإقامة مباراة السوبر المصري السعودي، وسيلعب النصر أمام الأهلي. الكرة المصرية فيها أندية مشرفة، وأنا لعبت أمام الزمالك والمباراة انتهت بالتعادل، وشاهدت هزيمة الأهلي السعودي بكامل نجومه أمام الزمالك المصري، لكن الوضع مختلف بالنسبة للأهلي المصري، فهزم الهلال بنتيجة كبيرة، واكتسح الاتحاد في كأس العالم للأندية. لكن المستشار تركي آل الشيخ يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل مواجهة الأهلي المصري في موسم الرياض، لكن الأهلي يلعب بطريقة حماسية جدا، وهذه كانت كلمة السر في التفوق على الاتحاد السعودي، والمواجهة ستكون في أبريل القادم. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب للنادي الأهلي اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.